يا مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بقناتي مطبخ أم مرام. اليوم رح أقدم لكم طريقتي بعمل الفول بلبن وطحينة، فتابعوا معي الفيديو خطوة بخطوة لنعمله مع بعض. وكمان بتمنى منكم إذا عم بتحبوا وصفاتي وطبخاتي اللي عم بقدمها إنكم تدعموني بالاشتراك بالقناة لحتى تشجعوني إني أقدم فيديوهات وأستمر، وبدعمكم بنكبر القناة مع بعض. فهلأ تابعوا معي الفيديو لنعمل أطيب فول بطحينة ولبن. أنا هون محضرة بزبدية كيلو لبن، وراح أضيف فوقه كمية وفيرة من الطحينة. أنا هون أضفت حوالي 4 معالق من الطحينة. طبعا انتو فيكن تضيفوا حسب ما انتو بتحبوا، حسب ما بتفضلوا. راح أضيف حوالي معلقتين من الحمص. أنا هون استخدمت حمص مسبح جاهز. راح أخفقهم مع بعض، وبس نخفقوا مع بعض راح أضيف الثوم. هون أنا أضفت حوالي 4 أسنان من الثوم. طبعا هون فيكن تقطعوا الثوم لشرايح، بس أنا بفضل دائما إني أستخدم عصارة الثوم. وهون راح أضيف حوالي نص معلقة كبيرة من الكمون. أنا عندي إياها أهم إضافة، هي اللي راح تعطيني الطعم الطيب. وراح أضيف نص معلقة ملح ونص ليمونة راح أعصرها. هلأ الحموضة فيكن تتحكموا فيها حسب ما بتفضلوا، فيكن تضيفوا ليمونة كاملة. وهون راح أضيف الزيت الزيتون، وكمان عندي إياه من أهم المكونات اللي ما فيني أستغني عنه. راح أخفق كل المكونات مع بعضهم لحتى ينمزجوا مع بعض. وهيك بس خلطت كل المكونات اللي عندي، وصلت لهذا القوام. وهون أنا عندي بالمقلاية مي ساخنة. راح أضيف فوق الفول. أنا هون الفول اللي استخدمته فول معلبات، غاسلته منيح. وراح أضيفه فوق المي السخنة وراح أتبله. أنا هون أضفت حوالي نص معلقة كمون ومعلقتين من زيت الزيتون. راح أتركهم يقلوا، وبس قلوا مع بعض راح أقيمهم عن النار. وهون بالتدريج ببدأ أضيف الفول فوق الخليط الطحينة واللبن. كل ما أضفت كمية من الفول بحركهم مع بعض لحتى ما يفرط معي الخليط. وهيك بستمر بضيف الفول فوق اللبن والطحينة وبحركهم مع بعض لحتى أخلص كل كمية الفول اللي عندي. وهون أنا خلصت كل كمية الفول أضفتها فوق الخليط، وراح أقلبهم بشكل منيح وبيكونوا جاهزين عندي. وهون وصلت أنا لآخر مرحلة. راح أصب الكمية كلياتها بصحن التقديم، وبعد هيك راح أبدأ أزين الصحن. راح أزينه بقدونس مفروم ناعم، أنا فارمة كمية منيحة راح أضيفها. وكمان فارمة بندورة ناعمة راح أضيفها. هلأ التزيين انتو حسب ما بتفضلوا، حسب ما متوفر عندكم. أنا هيك متعودة إني أزين صحن الفول. وكمان عندي إضافة أخيرة هي الرمان. بحس الرمان يعطيه منظر وطعم كتير طيب. وهون راح أزينه بشرايح ليمون. طبعا الزينة مثل ما قلت لكم حسب الرغبة. وهون لا غنى عن رشة كمون على الوش. وآخر شي راح أصب زيت الزيتون. وهيك بكون قدمت لكم طريقتي بعمل الفول بالطحينة واللبن. وهاي الأكلة طبعا لا غنى عنها بأيام العطل كوجبة رئيسية للفطور يوم الجمعة، كمان كمقبلات طيبة برمضان أو وقت الوجبات الرئيسية. وهون أنا راح أدوق لكم الطعم، عن جد طعم بتمنى أنكم تجربوه وتدوقوه. وهيك بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو لليوم. بتمنى منكم دعمي بالاشتراك بالقناة، وما تنسوا تكتبوا لي بالتعليقات إذا أنتوا تعملوا الفول بلبن بنفس الطريقة أو بتعملوها بطريقة تانية. تابعوني في فيديوهات جديدة، وإن شاء الله تضلوا بصحة وعافية، ومع السلامة.